طب يا ولاد امكم تعبانه وهنساعدها في تنظيف البيت. يوسف امسك انت نفض البيت. وفا امسح انت بالشرشوبه دي. ابتدوا يلا وانا هروح اجيب الدواء من الصيدليه تكونوا انتوا خلصتوا. حاضر يا بابا اعتمد علينا. 2000 years later. انت يا عم مش هتقوم تساعدني بقى؟ بابا زمانه جاي واحنا لسه ما خلصناش. نضف وانت ساكت. هدي امسك ده. ها عملتوا ايه يا ولاد؟ ايه ده؟ انتوا لسه ما خلصتوش؟ لا انا هلكت يا بابا مش قادر اخد نفسي. واستاذ اوفا سايبني وقاعد بيلعب. تصدق انك المفروض تتعاقب. بس يا بابا هو اللي هات الموبايل ده. اتفضل يا بابا. هات اهو. هي دي الانبوبه؟ لا عاد الخلاط. يا استاذ يوسف هي تمام. معلش بقى يا يوسف يا ابني هعطلك عن الدرس. لا ده انا عندي امتحان اصلا ونفسي ما اروحش. بالنجاح والتوفيق باذن الله. الانبوبه دي كانت بتسرب على فكره وانا صلحتها لك. مين اللي ركبها لك؟ الناس ما بقاش عندها ضمير، ربنا هيولع فيهم في نار جهنم. ربنا يولع فيهم، ربنا يحرقهم. جمد قلبك لاكتر فيلم مرعب في التاريخ. ليه فيلم رعب اصلا يا بابا؟ ما نشغل كوميدي ولا اي حاجه رومانسي. استرجل يلا قوم يلا اطفي النور عشان نشغل الفيلم. كمان لا انا داخل انام. مفيش نوم وهنقعد نتفرج مع بعض على الفيلم يلا. ما كفايه بقى كده ولا لا انا مش هعرف انام. اقلب اجمد يلا وانشف كده. صل على محمد. يلا يوسف ممكن العب على موبايلك؟ لا انا مشغول دلوقتي. طب تبدل معايا الموبايل بالدبدوب ده؟ قلت لك لا. هو دلوقتي اكيد هيقوم ويسيب الموبايل وانا هاخده. انا عارف ان اكيد مستنين اسيب الموبايل علشان تمسكه، بس انا عندي الحل. بس انا ادخل استحمى. 2000 years later. تعمل ايه عندك؟ مش بدور على الموبايل بتاعك. مش هتلاقيه يا حبيبي علشان انا خبيته في مكان محدش هيقدر يوصل له. مش موجود. جوه الكومودين. لا برضه. في الهدوم. مفيش. فوق الدولاب. اهو لقيته اخيرا الحمد لله. هتلعب عليه بقى؟ لا وبما انك عرفت مكانه انا هخبيه في مكان محدش يقدر يوصل له. اسلام مين اللي بيتصل؟ ده اسلام يا بابا. هو اسلام ده هيفضل يكلمك كل ساعه كده؟ افتح السبيكر ده عشان اعرف بيكلمك في ايه. الو السلام عليكم. ابويا جنبي. ازيك يا اسلام؟ ايه يا زميلي جاهز؟ عملت الخطه ولا لسه؟ خطه خطه المذاكره. طبعا كله تمام. هو فيها يا زميلي انا بدات اشك كده من طريقه كلامك ان ابوك سمعنا. لا ده مش مركز خالص. تمام يبقى نتحرك بقى النهارده الساعه 8 زي ما قلت. تتحركوا؟ نتحرك الدروس طبعا على ميعادنا الساعه 8 بالظبط. بس ما تنساش يا زميلي تجيب معاك الشيشه الصغيره عشان الجو يبقى تمام. شيشه؟ قصدك شيشه الشاي الاخضر اللي بنستخدمها في التخفيف من التوتر قبل المذاكره. هجيبها اكيد. واوعى تنسى السماعات الصب علشان هندرمغ موسيقى ومهرجانات للصبح. موسيقى دي اكيد بقى الموسيقى الكلاسيك اللي بتساعدنا ان احنا نركز في المذاكره وكده. ماشي. ايوه يا نهى دخلي العبد اللي بعده. صباح الخير انا جاي اقدم على شغل عندكم وده السي في بتاعي. حضرتك خريج كليه ايه؟ تجاره. تمام الشغل هيبقى 12 ساعه في اليوم والمرتب 1000 جنيه في الشهر. نعم 1000 ايه؟ اكيد حضرتك فهمتني غلط. انا خريج تجاره انجليش. يا راجل ربنا ما كنت تقول من بدري كده الموضوع اختلف. ازاي؟ work 12 hours and salary 1000 pound per month. انا مش مصدق يا عم ان انا هبات عندكم. شرفت ونورت يا حبيبي. بس هدوم زياد الوانها مش غريبه شويه. هو راح فين صح؟ انا عاوز اقعد معاه. دخل ينام علشان عندكم جامعه الصبح. ماشي خلاص بقى بقعد معاه من اول اليوم بكره. انا هنام بقى. يوسف. ايوه يا عم. هو انت لابس بنطلون زياد؟ طب اقلعه علشان زياد مش بيعرف ينام غير بالبنطلون ده. اتفضل يا عم.
ايه ده يا عم؟ انت واخد البطانيه ورايح على فين؟ اصل زياد سقعان ومش لاقي حاجه يتغطى بيها. عمي هو يوسف، قوم من على سرير زياد عشان هو مش عارف ينام في الصاله. انت هتوصيني على يوسف يا اخويا ولا ايه؟ طيب ده انا بعامله زي زياد ابني واكتر. انت كده جبت اخرك معايا. ممكن تقول لي ليه ما عملتش الواجب وما تقوليش كنت تعبان؟ كنت مريض وكمان بتهزر. طيب انا زهقت بقى من الكلام ده. تيجي لي بعد الحصه دي وتجيب لي ابوك معاك. يا نهار ابيض، بس النهارده الجمعه يا مستر، ابوهم متعود ياخد قيلوله بعد الصلاه. قيلوله ومفيش اعذار. بص هستنى ابوك بعد الصلاه. خلص. السلام عليكم يا استاذ سيد، والد الطالب يوسف شعبان. بصراحه كده ابنك يوسف مش ملتزم خالص، لا واجبات ولا تركيز ومستواه متراجع جدا. ايه الكلام ده يا يوسف؟ احنا مش اتفقنا انك هتتغير؟ اصل يا بابا مفيش اصل. من النهارده مفيش ولا خروج ولا تلفزيون ولا حتى تليفون. بس يا بابا كده مفيش. بس تخيل حضرتك اني سالته قبل كده 7 في 12 بكام، ما عرفش يجاوب. ما انا ما كانش معايا آلة حاسبة. آلة حاسبة؟ ودي محتاجة آلة حاسبة؟ دي بياخدوها في حضانة. بكام يعني يا بابا؟ ها؟ بكام؟ 7 في 12 ومفيش مصروف بقى كمان. ايه رأيك؟ يلا بقى. السلام عليكم. امال فين يوسف بقى يا عمو عشان اتأخرنا على الدرس؟ درس ايه؟ النهارده الجمعة. اوف. حصة زيادة. زيادة. طيب هدخل بقى اعمل لك حاجة تشربها يا حبيبي عقبال ما يوسف يطلع. شكرا يا عم. انت فين يا زميلي؟ ما تخرج بقى. ابوك قاعد بيسالني في شويه اسئله رزله وشكله كده قافش ان احنا رايحين الملعب ومش رايحين الدرس. يلا بسرعه بقى تعالى، هو مش في الصاله دلوقتي. هوب يلا انا جهزت اهو. بسرعه قبل ما ابوك يخرج. ايه انجز يلا قبل ما ابويا يشوفنا. ابوك شكله قافل الباب علينا يا زميلي. هو انتوا فاكرين هتهربوا مني؟ بقى انتوا عايزين تستغفلوني؟ ده انا هوريكم. انتوا فين يلا انت وهو؟ احنا مش تحت السفره يا عمو. فضحتنا. أغبية. يبقى أكيد في الدولاب. أبوك ده ذكي جدا يا زميلي. اجري يلا قبل ما يرجع. أخيرا هنام بدري وأظبط نومي. هو ليه الأب بابا والأم ماما والأخ مش خاخة؟ ليه فعلا؟ فاكر من 8 سنين لما طلبت قلم زيادة والبت آلاء اديتهولك؟ تفتكر بتحبك؟ تصدق صح. هي الفرخة لو خانت الديك بتاعها مع ديك تاني، البيض اللي بناكله ده حرام ولا حلال؟ أنا إزاي ما فكرتش فيها؟ البنت اللي معاك في الجامعة، الدكتور لما أخد الغياب النهاردة اسم أبوها طلع على اسمك، تفتكر بتحبك؟ احتمال كبير. هو ليه اللبان بيبيع لبن والجزار مش بيبيع جزر؟ أكيد تمويه. الراجل العجوز اللي ما كانش عارف يعدي الشارع النهارده وانت عديته وقال لك شكرا، تفتكر ما افتكرش. لا ما افتكرش. ايه سيبوني انام بقى. هي الدنيا دي فيها كام بلياتشو؟ عاوز انام يا ابني. زي ما خطة المنهج اللي منزلاها الوزارة يا اولاد بتقول ان احنا النهارده هنشرح درس التكاثر في الحيوان. ايه الحيوان قصدي المدير جه. قيام يا اولاد. انا موبايلي اتسرق وانا واقف معاكم في الطابور. اللي مش هيطلع الموبايل هسقطكم كلكم، ومش السنه دي بس، لا ده كل السنين الجايه كمان. انا ما خدتش حاجه يا استاذ وربنا، انتوا بتتهموني ليه دلوقتي؟ يا ابني هو في حد لسه واجه لك كلام؟ انا شاكك في الواد اللي هناك ده. ليه؟ انا لسه داخل اصلا، وبعدين انا معايا موبايل اهو. حضرتك هاخد موبايلك ليه يعني؟ يعني برضه مصرين ما حدش فيكم هيطلع الموبايل. ابقوا وروني بقى هتنجحوا ازاي السنه دي وانت هتفصل من المدرسه. ايه؟ طب انا مالي؟ طب يا زميلي ما تشوف لنا حل في الموضوع ده، المدير هيسقطنا. عاوز نعمل ايه يعني يا ابني؟ انا لو اعرف نوع موبايله بس. نوكيا ولونه ازرق، بطاريته متعضعضه وفيه خربوش من الظهر من ورا وفيه كسر من عند سوكت الشاحن. طيب يا شباب، النهارده هنحل مسألة لا يستطيع حلها سوى العلماء، فهديلكم ساعة بحالها تفكروا الجواب ممكن يكون ايه. لحظة يا أستاذ، المعادلة دي بتعتمد على مبدأ فلسفي مهم، لأن كل رقم بيحمل في داخله تناقضا يعكس الطبيعة الثنائية للكون، مع الافتراض أن الإكس بتساوي التوازن بين الفعل والنتيجة. يعني إيه يا شعبان؟ ببساطة يا أستاذ، إذا حللنا المسألة من منظور ديكارتي عند النقطة التي يتلاشى فيها الوجود ويصبح الصفر عالما بحد ذاته مع حاصل ضرب العوامل بين التوازن الجواب هيكون إيه يا شعبان؟ الجواب إكس بتساوي 2. إيه ده؟ إجابة صحيحة فعلا، سأفرز بينكم يا ولاد.
معلش يا ولاد، سؤال تافه جدا انا عارف. بيقول لك في المثلث ا ب ج احسب قيمه الضلع ا زائد قيمه الضلع ب، اذا كانت قيمه الضلع ا بيساوي 5 وقيمه الضلع ب بيساوي 2. يلا ها. امنع حركه، امنع صوت، امنع نفس. 10 دقايق وهنلم الورق يا ولاد، راجعوا كويس. يا نهار ازرق، امتحان العلوم ده صعب وانا ما حليتش ولا سؤال. انا كده هشيل الماده. انت يا ابني فكر في سرك. حاضر. انا لازم اخلي المستر هو اللي يغششني، بس انهي واحد فيهم قال ان هو مدرس علوم؟ العصبي ولا الطيب؟ اكيد الطيب، باين عليه عالم. مستر. نعم يا حبيبي، مالك متوتر ليه؟ شكلي هسقط يا مستر، الورقه كلها فاضيه، ممكن تساعدني؟ صعبت عليا، اكتب عندك. ماشي. الوقت خلص، كل واحد يسيب ورقته على الديسك اللي قدامه. انا خلصت يا مستر. بالتوفيق. والله يا مستر حضرتك احسن مدرس علوم في وزاره التربيه والتعليم كلها، بس انا مدرس العاب يا ابني. بابا الجو برد والبطانيه عندي خفيفه جدا. خلاص يا حبيبي، خد البطانيه بتاعتي. شكرا يا بابا. 2,000 years later. الف سلامه عليك من البرد يا حبيبتي، ابعت لك بطانيتي تتغطي بيها. المهم انت يا حياتي، عاوزك تخف من البرد. الجو الساقع ده. انا علشان خاطرك استحمل العواصف والبرد القارس. لا طبعا مش بردان، عارفه ليه؟ علشان طول ما دبلتك في ايدي فهي مدفياني. طب خليك لابس دبلتها وهات البطانيه دي يا محنو. يا بابا اقفلي، ربنا ياخدك، هموت من البرد. انت خلص مدرسه بقى وبطل صحيان بدري واستريح بقى. انت خلص جامعه بقى واصحى براحتي واستريح بقى. انت خلص الجيش واصحى متاخر زي ما انا عاوز واستريح بقى. امتى اموت واستريح بقى؟ يوسف اصحى عندنا كيف بره. عاوزاني اعمل ايه يعني يا ماما؟ اسمع الخطة دي ونفذها بالحرف الواحد. أول حاجة تتسحب من غير ما حد ياخد باله وتعد عدد الضيوف كام. بعد كده تروح تجيب الحاجة الساقعة وتدخل بيها، واوعى حد يلمحك، وتهربها لي على المطبخ من غير ما حد يشوفك، وكأننا عندنا منها كتير جوه. بس كده؟ دي مهمة سهلة قوي. فعلا والله. يوسف. نعم يا بابا. شوف الضيوف ياكلوا ايه. ها؟ اكل. يا ماما. معاك مكالمة واحدة وبعد كده هتتسجن، فكر بقى كويس هتكلم مين. تمام، انا هكلم بابا. هتجري شوية يا عم. يوسف لما اشوف عاوز ايه. 0. كنسل عليا بابا، كنسل عليا. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ اخلص يا ابني، مش فاضيلك. وانا ممكن اجرب مره كمان يعني، مره واحده بس والله، واحد 7. اهدى بقى، كنسل وريني انا. 8. يا رب يرد. ما ردش. مش بترد ليه يا بابا؟ مش عاوز افتح عليك يا ابني علشان رصيدك. هو ده وقت النزاهه يا حاج؟ الحقني، انا في اسم الشرطه دلوقتي. الو بابا. يوسف قلت انت فين؟ الموبايل فصل شحن. طب البلاي ستيشن ما تاخرش. طيب امبي انا ما عرفتش اربي. مالك يا بابا؟ اخوك اوفا ما بيسمعش كلامي ومغلبني معاه، خلفه تقرف. هدي نفسك يا بابا، انا هدخل اكلمه. اتفضل ادخل علمه ازاي يحترم ابوه ويسمع كلامه. في ايه يا اوفا مزعل بابا ليه؟ مش المفروض تسمع كلامه؟ انا مش عاوز اذاكر، مفيش حد عاوز يذاكر. بس هنعمل ايه، هم ابهاتنا ولازم نسمع كلامهم علشان هم عاوزين مصلحتنا. ايه هو بقى؟ اسمع يا اوفا، بابا بيحبنا وبيجيب لنا كل حاجه نفسنا فيها، فانا مش هسمح لك تعامله بقله ادب، لازم نحترمه ونسمع كلامه. ها عملت ايه؟ اطلع بره. حاضر. فهمت يا اوفا؟ هو مين ده اللي يطلع بره؟ سوري اندمجت شويه. خلصت الواجب يا اوفا؟ اه يا بابا، ده سهل جدا. طب ورينا اشوف الاسئله كده. السؤال الاول،
ما اسمك؟ كتبت أوفا شعبان. ممتاز، عندك ذاكرة قوية. طيب السؤال التاني، ما لون السماء؟ اوه صعب ده. لا يا بابا، كتبت ازرق. برافو، غشتها. لا والله، ازاي الشطارة دي؟ مش ممكن. واجب فائقين ده ولا ايه؟ خير، متعصب ليه؟ خلصت الواجب؟ اخلص ايه يا بابا؟ ده الواجب الاسئله بتاعته معقده جدا، مش زي اللي بناخدها في المدرسه خالص. بسم الله. السؤال الاول ما سهل اهو. نركز. إذا كان محمد لديه 3 تفاحات وقام بتوزيعها على أحد أصدقائه الذين لديهم عدد فردي من البرتقال، فكم تفاحة تبقت عند محمد إذا كان وزن الأرض 24 أس 10 في 5 97 كيلو جرام متر مربع؟ ها، مفيش أسهل من كده. جاوب بقى. إيه ده؟ هو التفاح ليه علاقة بوزن الأرض؟